المعمم اختصاصه كذب، المعمم كائن كذاب. مكان آخر في النار في جهنم اسمه سقر. سقر يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. عرفتوا؟ تاركين الصلاة وكانوا هم وين؟ في سقر. يعني شو أقول؟ أصدقك، أسمع كلامك أصدق، أشوف أفعالك أستعجب. ولكم والله احتارينا. فقبلها يتكلم عن سقر لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. فالإمام الصادق سلام الله عليه يسأله أصحابه: يا ابن رسول الله، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من هذه؟ قال: هي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. اللهم أخرسه، يعني مثل ما أخرست هبل. وأبان يسأل الصادق: سألته عن الأرض على أي شيء هي؟ هاي الكرة الأرضية على شنو قاعدة؟ على أي شيء هي؟ قال عليه السلام: هي على الحوت. وأرضنا تبين مو بالفضاء تسبح، القرآن يقول لا، وإنما على الحوت. يا جماعة، يا أهل الدين، يا أهل الطين، عندك علم إسرائيل ترعب من هؤلاء الشباب. عندك علم لو لا والله العلي العظيم لسان حال إسرائيل ونقل ووثق يقولون: نخشى من شباب التشيع. لماذا تخشون؟ إذا كان الشاب يضرب رأسه على إمام استشهد قبل 1400 سنة، فماذا سيصنع لإمام حي غائب سيقوده في يوم ما وسيزيل إسرائيل من على الخارطة؟ كان ما اجى واحد مثل فتوى على داعش قال: يلا خلنا نروح تبقى اسرائيل. يلا ما تقدر ترد روحي، اويل اويل اويل، قدامك يضربوني يعني قدامك يضربوني. هذه عودة. قدامك يضربوني حتى صدر بدوني، ما تنهض تقفدوني، وانا عليك كثير العين، شلي عوقك عني. إذا الآن أنت يطلع لك الشيعة شو تسوي؟ يطلعون علي مو ولي، وعلي مو شجاع، وعلي كان قاعد بالبيت، وعلي ما يعرف كل شيء. شو تسوي لهم دولة؟ فسقط الحسين. اجت ناس تلطم على الحسين، لأن الحسين متخذينه شنو؟ ستارة للوصول لأهدافهم، الأهداف الحزبية والأهداف النفاقية والأهداف الكذبية والأهداف الماد شلون ماسونية. شنو هاي المصيبة؟ عمي والله ما صايرة، والحسين ما صايرة. نحن محتاجين أن نشرح للناس من هو الحسين، مو لطم وبكي واستعراضات زائفة. لذلك نحن مطية لمؤامرات الدين. الإمام هو وجوده وجود مطلق، يستوعب العلوم سلام الله عليه، يعرف اللغات بأجمعها، وعلمنا منطق الطير، يعرف لغة الحيوان. تكذبون على لسان الإمام، يا عمي كذبوا، اذنوا، اشربوا خمر، بس لا تقولون أهل البيت كلام ما قالينه ولا رسول الله. يريدون أن يروا إمام زمانهم لأنهم سيرتدون، وأولئك الأشرار سيخرجون عليه ويقولون له: ارجع، إن دين جدك في خير. لماذا؟ صمام الأمان موجود، وكفو، و70 كفو. بالله عليكم، أكو طيحة حظ أكثر من هذه؟ ما هو هذا الذي أقوله دائما:
من أنه ما طيح حضن أحد مثل المرجعية. مرجعية النجف هي اللي طيحت حضنه، هذا هو الواقع. الغزي وجماعته طول الله عمره خاف الناس ما ترضى علي، الرجال يحكي الصدق، يعني واحد يحكي الصدق ينكرها، ليش ينكرها؟ وعلم آدم الأسماء كلها هي الفسوة والضرطة. كارثة ولكم، والله كارثة، والله لو مو هذا التلفزيون يفضحهم احنا ضالين ويا السرسرية والهتلية. رسول الله شايل نعش ابو الحسن، ناس ما تشوف ما تبصر. عندنا بالروايات الخاصة جدا رسول الله شايل نعش الحسن وامير المؤمنين شايل نعشه. نعش امير المؤمنين هو يشيع روحه. روايات خاصة جدا يحتاج لها شرح وتفصيل. ولكم كافي كذب، ولكم كافي كذب، ولكم عمي كذبتوا ما بيه الكفاية، وتأكدون الروايات، قال الصادق وقال الطوسي وقال الكليني وقال المجلسي، ولكم كافي. حتى في اتيان النساء نوبات واحد يجي يعني ساعذرونا بعد مشتهي، شايف له منظر برا، شايف له طرقاعه برا ويجي مزنعر. لا تجون نسائكم مزنعرين، لا تجون نسائكم مشتهين، تعال لها قربة الى الله تعالى. رسول الله يقول يخرج ولدا حليما عليما عالم. اصدقك انت. وقرأ الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال والأسير عيال الرجل. عيال الرجل يعني أبنائه. ها إسلام اسمه إسلام والمؤذن الصحة عشان أن محمد رسول الله. شنو هالمهزلة؟ شنو هالمهزلة باسم الإسلام؟ يشهد الله الإسلام اللي ما بي علي بن أبي طالب مو إسلام. لا نضحك على أنفسنا. الله قال للنبي يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قول علي بن أبي طالب إمام، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ما تقول علي إمام رسالتك صفر يا محمد، مو رسالة هاي، مو إسلام، وبالفعل مو إسلام. طبعا المراد بهذا ضرب نبوة محمد. أين ولد عيسى؟ 15 مصدر عندنا من ضمن المصادر وسائل الشيعة أن عيسى ابن مريم إنما ولد في محل موقع قبر الحسين عليه السلام. ولكم كافي كذب، ولكم عمي كذبتوا ما بيه الكفاية. قال لي أبو جعفر عليه السلام أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وينتقم، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها الصلاة والسلام منها. قلت جعلت فداك ولم يجلدها؟ قال لفريتها على أم إبراهيم. قلت فكيف أخره الله للقائم؟ فقال لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا رحمة وبعث القائم نقمة. خوش هذا الحديث إذا وضعته على القرآن تقولون وغير مطابق للقرآن، إذن حديث هذا إسرائيلي وموضوع. كان موعدكم يا مهجمون القرآن، كان يا سيدنا ما حطيته ويا القرآن. الله